السلام عليكم ورحمة الله. النهارده معانا اوبل استرا كوزمو 2013، العربية اللي قدرت تحقق مبيعات كبيرة في السوق المصري في الفترة اللي فاتت. نتعرف على أهم مميزات وعيوب اوبل استرا، وهنشوف ليه قدرت تاخد مبيعات كبيرة رغم ان اوبل إلى حد ما في 2008 و2009 كانت بتعاني من انهيارات عنيفة، وكانت مبيعاتها فعلا يعني شبه متوقفة او بتبيع مبيعات قليلة جدا حتى سواء على السوق العالمية او على السوق المصرية. يلا بينا نتعرف على استرا كوزمو ونعرف اهم مميزاتها وعيوبها، نشوفها من جوه ونشوفها من بره ونشوف الموتور بتاعها والتصارع، ونعرف ليه قدرت تبيع مبيعات حلوه في الفتره اللي فاتت. يلا بينا ونشوف التقرير. زي ما احنا شايفين في تصميم الاسترا الجديده ان العربيه مصروف عليها فعلا تصميم. الفوانيس بتاعت اوبل ما تخلتش عن العربيه بتاعتنا شويه بالشكل اللي هي ما كبروش الفانوس قوي، وكذلك الفوج التحتاني زي ما احنا شايفين هو حاطين عليه زي عدسه كده، وكمان جاي فوقيه الاشاره رمش على الاشاره بحيث ان العربيه مديها بشكل رياضي شويه من قدام، بس رياضي كلاسيكي مش رياضي يعني. مساحه الازاز القداماني زي ما احنا شايفينها كبيره شويه. ده شكل الحوض بتاع اوبل استرا. الكابو زي ما احنا شايفين اول حاجه بنلاحظها هو مش معزول، هتحس ان هو بيعمل صوت. شايفين العزل بتاع الموتور كويس جدا، اللي هو مسؤول عن ان هو ينقل الحراره الحوض لجوه الصالون، ففي عزل محترم. الحوض الى حد ما واسع، الموتور وضعيته كويسه جدا، سهل جدا التعامل مع حوض الموتور بتاع اوبل، مش تقسيم كل حاجه ضيقه على بعض. في مساحه امان كويسه جدا ما بين مجموعه التبريد الاماميه، المروحه بالسربنتينه بتاعت التكييف، برجاتير، وما بين الموتور زي ما شايفين فيه اكتر من 5-6 سواق موجودين، ومكان عينة الهواء على الشمال. حاجه تحس ان جوه الحوض دوت واسعه ومرتبه. العربيات الالماني دايما بتلاقي الحوض بتاعها دايما مفيهوش مكان تمد فيه، لو فتحت بي مثلا ولا حاجه تحس ان كل حاجه مقفله جوه كويس جدا يعني. لكن هنا تحس ان الدنيا واسعه زي ما احنا شايفين. زي ما احنا شايفين دي هو سير المجموعه. وطبعا ده الموتور الايكوتيك المشهور من مجموعه جنرال موتورز، هو اللي كان بينزل في الدايو وهو اللي بينزل في الكروز، بينزل في عربيات كتير جدا، بس طبعا مع اختلاف التكنولوجي بتاعته والهورس باور بتاعه. ومجموعه الفتيس طبعا اللي مسؤوله عن نقل الحركه يعني، عشان في الاخر تطلع لنا كام هورس باور على العربيه ديت مع الوزن. طب الاسترا زي ما احنا شايفين نازله في الموديل دوت بجنط 17 215، العرض بتاعها على 50. يمكن هو البروفايل 50 دايما بنخاف منه شويه ان هو قليل شويه وبيعمل بلالين ان هو في البروفايل بتاع جنب العربيه يعني الكاوتش، بس من عرض 215 في نسبه ال 50 فهي عاليه شويه، فلحد ما مش هيعمل بلالين بسهوله زي ما انتم شايفين، لحد ما كبيره شويه. جزء مهم جدا زي ما احنا شايفينه في العربيه الاوبل هو المسؤول عن الثبات بتاعها على السرعات. العفشه المالتي لينكس من ورا زي ما احنا شايفين، تقسيمه المقصات من ورا. لسه معاك كريم منير من جوه الاوبل استرا كوزمو 2013. العربيه بتيجي في الفئه اللي هي الميديم سيدان او كومباكت سيدان. العربيه بتيجي بابعاد 4 متر 20. احنا بنتكلم النهارده عن النسخه السيدان من العربيه، ما بنتكلمش عن الهاتشباك. بتطلع 115 حصان من موتور 1600، الموتور ايكوتيك. العربيه عزمها حلو وموتورها حاضر. مواتير اوبل دايما بنسميها المواتير اللي الباور بتاعها عالي شويه او الاستجابه بتاعتها عاليه عند اللفات القليله. يعني دايما اول ما بتدوس بنزين العربيه بتطلع التورك بتاعها والعزم بتاعها بدأي في 3000 وال 4000، مش لازم تستنى زي العربيات الاسيويه لحد 6000 لحد ما بيجي العزم والتورك بتاعها وتحس ان الهورس باور كله بقى حاضر تحت رجليك. تانك بنزين 56 لتر، هنا من فتيس اوتوماتيك 6 سرعات الاوتوماتيك العادي، وفي كمان اللي هو الستيبترونيك عشان الناس اللي بتحب السواقه اللي هي المانيوال او البلس والماينس وتتحكم بالعربيه بسرعه. تجهيزات كويسه، ABS ESP، فرامل كهرباء اللي هي فرامل الهاند بريك. يمكن
دوت مش مناسب قوي الناس اللي بتحب تأمرك وتشد هاند بريك وتلعب بالعربيه، لا مش هيناسبها الكلام ده. يعني انا بصراحه شايفها ميزه ممتازه جدا اللي مع اطفال، لان الاطفال لو انت هتسيبهم في العربيه خطر جدا ان انت تسيبهم مع هاند بريك عاديه. دلوقتي ما بيعرفوا يشدوها وينزلوها ويدوسوا على الزرار بتاعها، لكن الى حد ما مش هيعرفوا يدوسوا على الزرار وفي نفس الوقت يدوسوا على بدال الكهرباء. العربيه بتيجي طبعا ب4 ايرباجز، والعجله القياده بتاعتها التكسيون يعني ان هو يطلع للامام والخلف، مسند الدراع دوت، وتحتيه كمان مساحه تخزين محترمه مش كبيره قوي مش صغيره قوي. المرايات الكهرباء بتاعتها مرايات قابله للطري كهرباء. طبعا هي دي مش هتنفع يعني للاسف مع السوياس في السوق المصري، لكن ميزه ان انت ممكن تقفلها وتفتحها من جوه العربيه دي ميزه ممتازه جدا. العربيه فيها وحدات رفع ازاز من الريموت، فتقدر تتحكم فيها طبعا بسهوله جدا. ده فيديو من مستوى رؤيه السائق بالظبط للطريق. زي ما احنا شايفين مستوى الرؤيه بتاع الطريق ممتاز جدا. القوايم ديت اللي هي كانت حاجه سخيفه في معظم العربيات، زي ما احنا شايفين حلوها بالحته بتاعت الشراع المفتوحه اللي هنا، عشان تقدر طبعا تشوف النقط الميته اللي دايما كانت مضايقنا في الطريق. وكذلك هنا اهوت هتلاقي طبعا قدروا يعالجوا الحته دي تماما. ده مستوى المرايات. المرايات بتاعتها زي ما احنا شايفين مقسومه نصين، التلت الخلفي اللي هو بيبقى مقسوم لبره عشان تقدر طبعا تجيب لك النقط العاميه والنقط اللي مش واضحه في العربيه. يعني احنا مثلا لو احنا دلوقتي هنمشي كده اهوت في اقصى يمين الطريق، ومن مستوى زاويه السائق دلوقتي كده ان احنا شايفين 3 حارات. يعني انا ماشي في الحاره الرابعه، فبص 1 2 3 احنا شايفين ال3 حارات لحد مسافه قريبه جدا. ادي العربيه النقل هي ديت اللي ظاهره بدات تختفي هي دلوقتي، العربيه النقل اهي. ومن الناحيه الثانيه كذلك المرايه زي ما احنا شايفين ممتازه جدا. وادي شكل الطابلوه من جوه، كل الزراير والتاتش باد زي ما احنا شايفين في متناول الايد. يعني مثلا لو دي ايدي اليمين اهي مش بعيد كتير قوي عن الدركسيون. وادي المالتي فانكشن كله قريب جدا، علامه اوبل بتزينها في النص طبعا شيك جدا. وادي مدخل اليو اس بي ومدخل الاوكسيلري شكل الاي يو اكس. وادي شكل الفتيس بتاعنا وزرار مفتاح اللي هو بتاع الكهرباء بتاعنا. العزل جوه العربيه عزل ممتاز، اديله مثلا 9 من 10. لان انا مثلا ماشي النهارده في عاصفه ترابيه وفي عربيات بتعدي كتير من جنبي، انت مش حاسس بالكلام ده خالص. العزل بتاع العربيه حلو. من اهم المميزات كمان اللي انا شايفها، بحس ان انا واحد من الناس اللي بيسقعوا بسرعه في التكييف. يعني العربيه فيها اللي هو داول زون، انت اللي قاعد جنبك ممكن يتحكم في التكييف لوحده درجات لوحده، وانت كمان تتحكم لوحدك. فده بصراحه انا شايفها ميزه حلوه قوي في عربيه ميديوم سيدان. دي بتنزل في العربيات اللي هي العاليه شويه زي الانسيجنيا والبي ام الفئه الخامسه، ان هم ينزلوها في عربيه صغيره زي دي بصراحه كانت ميزه ممتازه قوي. المرايات الداخليه حساسه للضوء عشان ما حدش يضرب فيك نور عالي، بس الازاز الوراني صغير قوي قوي قوي. يعني الصغيره دي ممكن تحط تحتها مثلا 10000 خط، تحس ان هو شراعه صغيره قد كده، بس انت شايف منها الطريق يعني عادي. تحس ان انت في نص المرايه شايف رف السماعات واكل نص المرايه. العدادات بتاعتنا جوه البوبل استرا، عداد الار بي ام زي ما احنا شايفين كبيره على الشمال. وادي شاشه ديجيتال عشان ما ترفعش عينك من على الطريق. انا بحب جدا العدادات الانالوج في عداد الحراره، وكذلك عداد البنزين. ما بحبش العدادات الديجيتال، دي حاجه شخصيه ما اعرفش انتوا بتشاركوني فيها ولا لا. وادي عداد السرعه هنا، وحاطط لك كمان واحد ديجيتال للناس اللي بتحب تتابع الديجيتال. وشاشه الانفوجرافيك تحتك هنا اهو واضح عليها طبعا درجه الحراره ومثلا الكاسيت والموجة الفيديو اللي انت مشغلها والساعه، كل دوت باين قدامك على شاشه الانفوجرافيك. وادي هنا اهوت الحساس، وده شكل الماب لايت من هنا. ده شكل المرايه الصغيره بتاعتنا. هنشوف فيديو دلوقتي للتسارع بتاع العربيه من 0 ل 100.
زي ما شفنا في الفيديو بتاع التسارع من 0 ل 100 العربيه استجابتها حلوه جدا. طبعا من 0 ل 60 كمان زي ما قلنا الباور بتاعها حاضر. من 60 ل 110 كان معقول، لحد 120 كان التسارع مش عاجبني قوي. بعد كده تحس ان العربيه رجعت فاقت تاني، والهورس بتاعها فاق تاني من 120 ل 140. التسارع بتاعها من 0 ل 100 في 13 ثانيه. العربيه فعلا ثباتها حلو قوي زي ما قلت. المناوره بتاعتها سهله جدا، والغرز التحكم فيها يعني انت بتتنقل من حاره لحاره بالشعره. العزل مع العربيه مع السرعات حلو قوي، بس انت سامع صوت الموتور طبعا وسامع فيه نعره، بس النعره المحببه بتاعت الالماني مش النعره بتاعت العربيات الاسيوي مع احترامي ليها. يعني الاثنين بيطلعوا نفس الهورس باور، بس هنا بتحب تسمع الصوت، يعني بتحب تسمع صوت نعره العربيه. زي ما قلنا العزل ممتاز، اديله 9 من 10، والتحكم كذلك اديله 9 من 10. الاستهلاك بتاع البنزين في العربيه ديت المفروض ان هو على سرعه من 90 ل 100 بيكون حوالي 6 لتر لكل 100 كيلو. الاستهلاك حقيقي زي ما انا شايفه كده قدامي في الفيول كونسامشن بيعمل حوالي داخل على 7 لتر وشويه كمان. طبعا هو بتتحكم فيه عوامل كتير جدا زي الهواء وفتح الشبابيك ولا لا، والهواء في وشك والهواء في ظهرك، معاك حموله في العربيه ولا لا، الكاوتش منفوخ ولا لا. الحاجات دي كلها فعلا بتفرق في استهلاك البنزين. المساحه الاماميه مساحه كويسه جدا. المساحه الخلفيه بصراحه مساحه ضيقه شويتين مش شويه. زي ما احنا شايفين دي مساحه الجلسه الخلفيه في الاوبل استرا. يعني هنا من الجنب دوت مثلا، يعني دوب شايف هو صباعين بس، ومن هنا 3 صوابع تقريبا. هنا زي ما احنا شايفين انا قاعد كده، القاعد في النص ده هو هيبقى المأساة بالنسبه له. الحته دي ضيقه جدا زي ما احنا شايفين، وكذلك في اللي هو وجود الحاجز الخلفي اللي في النص ده بصراحه مأساة. يعني صعب جدا ان انت تقعد في المنطقه دي الا لو طفل صغير او حد رفيع قوي يعني. شنطة الأوبل زي ما احنا شايفين الأسترا مش كبيرة قوي. مساحة الدخول ليها ضيقة شوية. الشفة دي بنسميها شفة التحميل عالية شوية. الفتحة الإجمالية من هنا لو معاك شنط كبيرة شوية صعبة لكن الشنطة إجمالي معقولة، ما هياش كبيرة وما هياش صغيرة، عشان كده بقول عليها دايما كومباكت سيدان. والكرسيين الخلفيين بيساعدوك ان انت طبعا لما يتقفلوا يزودوا مساحه التخزين معاك، ومزوده من هنا بمساعد خلفي عشان خاطر الشنطه تتفتح لفوق على طول اول ما بتدوس على الريموت. ودي مساحه الاستبن. طبعا الاستبن دايما بينزل في العربيات الاوروبي صغير شويه، والماكسيمم سبيد بتاعته اللي هو 80 كيلو متر عشان ما ياخدش مساحه كبيره جوه الشنطه. كده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده مع الجميله اوبل استرا كوزمو. العربيه اللي فعلا حبيتها، العربيه التحكم فيها حلو جدا والعزل فيها كويس. انت فعلا حاسس طريق، وفي حاجه كده بنسميها الناس اللي هم اللي بيحبوا العربيات البادي رول، عباره عن احساسك بجسم العربيه وهو داخل الملفات او على الطريق. بتحس ان العربيه كتله واحده، مش بتحس ان العربيه مقسومه نصين، نص خلفي ونص امامي. العربيه بتلعب منك مثلا وانت داخل ملفات. البادي رولينج ده مشهور جدا للناس بتوع الدريفت او اللي بيلعبوا بالعربيات خلفي، او المرسيدس والبي ام. العربيات دي كلها طبعا دفع خلفي، فمش جايه امامي زي العربيات اللي احنا سايقينها دي دلوقتي، فبيحسوا قوي الموضوع دوت وان العربيه متحكمه في نفسها. اوبل استرا يعني فعلا رجعتني للاحساس ده تاني، ان انا العربيه جايه امامي وداخل الملف بحته واحده بجزء واحد. انا مش حاسس ان العربيه بتلعب مني وانا داخل الملف. انا داخل الملف دلوقتي على سرعه 80 و90 العربيه، انا مش حاسس بيها خالص ان العربيه بتلعب مني، ولا العربيه يعني انا محتاج ان انا افرمل او اهدي سرعتي. لا، العربيه داخله كتله واحده. اخر حاجه عايز اقولها بس في الصيانه للعربيه ديت، صيانه العربيه دي غاليه شويتين مش شويه. انا ما اعرفش ليه وكيلها بيعاملها معامله عاليه قوي كده انها مرسيدس وبي ام. كنت اسمع ان صيانه ال 60000 فيها ب 8000 و 9000، بس انا عارف ان اللي بيجيبوا العربيه ديت بيبقوا فاهمين شويه عربيات، بيلجأوا لها مثلا في قطع الغيار الدوريه زي التيل والطنابير والحاجات اللي هي المستهلكه دايما، والفلاتر للحاجات اللي هي بتاعت شيفروليه كروز، لان العربيه هي شيفروليه كروز تقريبا يعني بنسبه كبيره. فالحاجه لما بتتباع لشيفروليه كروز ان دي عربيه كوري بتتباع رخيصه شويه. الحاجه لما بتتباع انها دي عربيه الماني بتتباع غاليه شويه، مع انها نفس العربيه هي بنفس المكونات تقريبا يعني
يا رب يكون التقرير عجبكم وقدرت اوصل لكم وجهه نظري عن اوبل استرا واحساسي بيها وبالطريق وبالعزل وبالبرفورمانس بتاعها، واشوفكم في تقرير تاني ان شاء الله. كريم منير، ناين موتورز.